فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نضيف كتابه في الفيديو على ادوبي بريمير برو. اول حاجه هتروح لقائمه الادوات اللي موجوده هنا، وطبعا الواجهه دي أنا مش مضطر ان انا اقول كل فيديو، بس اقول برضه عشان لو حد بيسمعنا جديد لازم تسمع اول فيديو في الكورس وتتابع معانا اول باول عشان ما يفوتكش حاجه قبل كده وما يفوتكش حاجه احنا شارحينها قبل كده. يعني الواجهه دي شارحينها بالتفصيل قبل كده وقلنا ازاي نستخدمها وازاي ان احنا نرتبها كده. اوكي. نفترض انت عايز تضيف كلمه معينه على الفيديو بتاعك، على طول بتروح لاداه التكست اللي موجوده هنا في الادوات اللي موجوده هنا في الشريط اللي هنا وتدوس عليها. ممكن تدوس عليها وممكن تدوس على حرف التي من الكيبورد، بتظهر معاك علامه النص اللي موجوده هنا دي. بتروح على الصوره بتاعتك او الفيديو بتاعك وبتدوس كليك شمال، بيبدا ان هو يظهر مربع احمر كده وجاهز ان انت تكتب فيه اي حاجه. نفترض انا اكتب مصطفى، واروح دايس في اي فراغ موجود في التايم لاين هنا زي كده وادوس حرف الفي. كده انا اتحولت لاداه السليكشن تول. اقدر بقى ان انا اتحكم في الكلمه دي، مثلا لو دوست عليها كده احركها كده يمين وشمال. لو فضلت دايس على حرف التي زي ما انا كنت دايس وجيت احرك الكلمه، هتلاقي ان هو عمل لي تكست جوه التكست، وده نفهمها ان شاء الله فيما بعد يعني. تمام. فعلى طول ادوس كنترول زد وادوس حرف الفي وابدا بقى ان انا احرك الكلمه بتاعتي واحطها في اي مكان يعجبني. التحريك نفسه ان شاء الله اشرحه في فيديو لوحده. تمام. عشان الفيديو بس ما يطولش مننا، فاشوف الكلام اللي بيتقال. مثلا انا قلت فين او كاب كات او كاب كات. تمام. انا بقول مثلا كاب كات هنا، فاروح على طول محدد الكلمه بتاعتي، ادوس عليها 2 كليك شمال واكتب. خلينا بقى بالانجليزي اكتب كاب كات. كاب كات. اوكي. واجيب الكلمه مثلا احطها في اي مكان انا عايز. في حاجتين بتقدر ان انت تتحكم في التكست بتاعك او تتحكم في شكل التكست بتاعك. في طريقه من الافكت كنترولز وفي طريقه من البروبرتيز. لو دوست على بروبرتيز كده ممكن تحدد من هنا التكست بتاعك. لو دوست عليه كده يبدا ان هو يعرض لك الفونت بتاعك. الفونت يعني شكل التكست او شكل الكلمه بتاعتك او شكل الكلام بتاعك. لو دوست مثلا على الفونت اللي موجود هنا الاقي فونتات كتيره وعديده. تمام. لو اخترت مثلا الفونت ده، انا الفونت ده عاجبني، زي ما انت شايف الكلمه اتغيرت للفونت ده. تمام. تقدر ان انت تتحكم فيه السايز بتاعه، يعني مثلا النوع بتاعه فيه ريجولار، فيه ميديوم، فيه بولد، فيه اكسترا بولد. تمام. على حسب اللي انت حابه. اوكي. ممكن تكبر السايز بتاع الفونت نفسه. الكلمه نفسها ممكن تكبر السايز بتاعها. لو تلاحظ الكلام نفسه او الكلمه نفسها بتكبر من هنا من المركز. النقطه الزرقاء دي اسمها الانكر بوينت. الانكر بوينت يعني مركز الحاجه بتاعتك. هو يعني لو عملت اي حركه واي تحكم في الكلمه بتاعتك بيتحكم على اساس النقطه دي. هو مش شايف الكلمه ولا شايف اللي انت كاتبه ولا شايف الصوره ولا شايف اي حاجه، هو شايف النقطه الزرقاء دي بس، فبيتحكم من خلالها. طب تعالى نوضح اكتر عشان الفكره توصل لك. لو سنترتها كده كده جت في نص الكلمه، لو جيت كبرت وصغرت الكلام شوف هو بيكبر منين. بيكبر من العلامه الزرقاء دي. تمام. نفس الكلام لو خليتها مثلا ليفت، لو كبرت كده هتكبر من عفوا الرايت، يعني لو كبرت تكبر من اليمين. تمام. فانا ارجع اخليها في السنتر واجيب الكلمه بتاعتي واسنترها كده. تمام. ده في الرايت تو ليفت وفي الليفت تو رايت، ده للعربي وده للانجليزي. تمام. يعني لو كاتب كلام انجليزي فاتعلم على الخانه دي، لو كاتب كلام بالعربي اتعلم من الخانه دي. يعني ايه؟ طيب لو كاتب كلام بالعربي يبقى الكلام هيجي من الجنب العربي، يعني بيتكتب من العربي من على اليمين للشمال، وده من الشمال لليمين. كلام مفهوم يعني واي حد عارفه. اوكي. في بعض الخصائص اللي موجوده هنا زي مثلا ان انت توسع الكلام عن بعض او الحروف عن بعضها. تمام. خلينا ندوس كنترول زد، وده عشان لو كاتب مثلا سطرين فوق بعض. خلينا نكرر الكلام، خلينا ناخد دي كوبي وبعدين ندوس شيفت انتر ونكرر الكلام كده. كده احنا عندنا سطرين من الكلام. لو رحنا على الكلمة بتاعتنا وزودنا القيمة دي السطرين هيبعدوا عن بعض. تمام. ولو نزلنا تحت كده هنلاقي 4 حاجات، ودول اهم 4 حاجات حرفيا. اول خانه وهي خانه الفيل. لو انت دوست عليها كده وغيرت اللون تقدر ان انت تغير لون التكست. طيب ليه ما تغيرش لون التكست معايا؟ لان انا محدد حرف التي. طول ما انت محدد حرف التي يبقى انت كده بتكتب بس، انت بتدي اوامر للكتابه فقط لا غير. فعلى طول بتدوس حرف البي من الكيبورد عشان ترجع لاداه السليكشن تول. فدوس حرف البي، فكده بدا ان هو يحدد التكست معايا باللون الازرق كده. طول ما هو متحدد باللون الاحمر فانت كده مش هتقدر ان انت تعمل اي حاجه غير ان انت تكتب في التكست بس. تعال نشوف الخانات دي ووظيفتها ايه. اول خانه وهي خانه الفيل. لو دوسنا عليها كده وغيرنا اللون كده كده اللون يتغير للون الاحمر، كده التكست يتغير معانا للون الاحمر. الاستروك
هو الحواف او انا مش عارف اسمه ايه بالعربي، بس انت لو حددته كده يبدا ان هو يعمل لك ستروك ابيض حوالين التكست. الباك جراوند ودي شرحه نفسها، وهي الخلفيه بقى ممكن تزود ايه الشفافيه او التنت او الاوباسيتي بتاعتها، ممكن توسعها اكتر عن التكست، ممكن تخلي الحواف راوند زي ما انت شايف كده. الشادو لو انت وضفت مثلا اي لون، خلينا لون مختلف اخضر مثلا، شرح نفسه طبعا. الشادو ممكن تتحدد في القيمه بتاعته، ممكن تغير الزاويه، ممكن ان انت تزود البعد بتاعه كده الديستانس، ممكن ان انت تزود القيمه بتاعته خالص من جميع النواحي، وممكن ان انت تحدد الاطراف بتاعته او النعومه بتاعته. فلو جيت عملته كده زي ما انت شايف، لو جيت عملته كده زي ما انت شايف، وده بنستخدمه اكتر في البتاع ده الديب جلو. تمام، يعني لو احنا عايزين التكست جلو فبنعمله بالشكل ده، وبنخلي اللون ده مثلا احمر، وده هنشرحه قدام يعني فيما بعد. يعني الالاين والترانسفورم، الالاين والترانسفورم يعني انت بتتحكم من هنا في موازاة التكست بتاعك. البوزيشن لو انت عايز تحركه يمين شمال، اقصد يعني الاكس. لو الواي انت عايز تحركه من فوق لتحت. الانكر بوينت بقى اللي انا بقول لكم عليها، لو انت عايز مثلا تحركها يمين او شمال، فوق او تحت، زي ما انت تحب. يعني الروتيشن لو حددت القيمه، شوف بيبدا يلف بالدايره بس. يعني هو مش فارق معاه بقى انت حاطط كام سطر ولا كام كلمه ولا انت عامل ايه، هو بيتحرك من هنا فقط، من الدايره الزرقاء اللي انت شايفها دي، اللي هي عامله زي النجمه وعلامه المسدس يعني. تمام، زي ما انت شايف بيبدا ان هو يتحرك عادي. الاوباسيتي الشفافيه، لو انت عايز تقلل الشفافيه بتاعتك مفيش مشكله عادي. تمام، ودي كل حاجة خاصة بالتكست بتاعك. انت بقى لو عايز تختار كلمة كلمة بيقولها المتحدث وتكتبها مفيش مشكلة. وانا عشان حسيت ان الفيديو طويل حبة، فانا ان شاء الله اعمل لك فيديو تاني اشرح لك فيه الكتابة التلقائية بضغطة زرار واحدة او بخطوتين ثلاثة كده معينين، بتكتب الكلام كله اللي بيتقال في الفيديو مرة واحدة. تمام، وبطريقة شيك وشكله شيك، وبتحدده كله مرة واحدة، وبتتحكم في الخصائص بتاعته مرة واحدة.